في حاجة حصلت في مصر من 3300 سنة. فرعون اسمه أمنحتب الرابع فجأة طلع على الناس وقال لهم مفيش آلهة تانية تعبدوها، مفيش أمون، مفيش حورس، مفيش أوزوريس، وغير اسمه لإخناتون، وخلى اسم العاصمة أخيتاتون، وخلى عبادة الشمس هي العبادة الموحدة، يعني خلى كل الناس تعبد الشمس. طبعا بعد شوية المصريين زهقوا منه، وما ينفعش اللي انت بتعمله ده، كل واحد مؤمن بإله بيعبده، لكن انت تيجي تغير مش هينفع. ايه اللي حصل؟ الجيش اتقلب عليه والناس اتقلبوا عليه، وبعد موته مسك ابنه الصغير توت عنخ آتون، ده اسمه أول ما اتولد توت عنخ آتون. لكن فجأة الولد الصغير كبر وغير اسمه لتوت عنخ آمون. ليه بقى؟ عشان خلى كل الناس ترجع للآلهة اللي هي بتعبدها، ولغى إله الشمس آتون. بس الغريب مش كده، الغريب إن توت عنخ آمون مات وهو عنده 18 سنة بس. فضلت حكايته مش معروفة وغير معلومة أكتر من 3300 سنة، لحد ما اكتشفوا مقبرته في مصر سنة 1922، وهو دلوقتي أشهر فرعون في العالم. لو عجبتك حكايتنا استنانا وتابعنا، وكل يوم حكاية جديدة وغريبة.